فرسان الحق والعروبة القضاء الواقف نستنكر العمل الصهيوني والكيان الصهيوني والجرائم التي حصلت، ولن نتهاون ونقدم كافة الدعم المادي والمعنوي. وتم التبرع بمبلغ 50,000 لغزة، وتم فتح صندوق التبرع لهم، ونحن ندعم الوصاية الهاشمية على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأيضا ندعم موقف سيدنا جلالة الملك عبد الله المعظم، ونحن معه قلبا وقالبا، ونحن مع شعب فلسطين، ونحن مع غزة، ونقدم كافة المعنويات والتكاليف والوقفة والدعاء لهم. وهذا العمل يستنكر، ولا بد من تحرك جميع النقابات، ولا بد من تحرك الجميع. احنا اليوم في أقل تقدير وأقل موقف ممكن أن نتخذه معاشر المحامين في نقابة المحامين في الأردن، أن نعبر عن هذا الظلم وأن نعبر عن هذا الغطرسة التي تمارسها المجتمعات الدولية والقانون الدولي، وهذا التخاذل باتجاه القضية الإنسانية في المقام الأول قضية الشعب الفلسطيني، وأن نعبر عن رفضنا لما يحصل اليوم في غزة، وأن نرفض هذه الوصفة التي يحاول فيها تقديم الأمر على أنه مسألة بين حماس وما بين الكيان الصهيوني. إنها مسألة شعب جرد من أرضه وهجر، ويراد أن يهجر ما بقي من هذا الشعب متمسك على الأرض. اليوم إحنا أقل شيء يمكن أن نقدمه هذه المسيرات وهذه الوقفات التضامنية مع أهلنا. هذه جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا يوجد في أي بالقانون الدولي جميعا ما يبرر جرائم الاحتلال الصهيوني. موقف نقابة المحامين هو موقف الشعب الرافض للي عم بيصير، لهالمجازر، لهالقتل المجاني، للانحياز الغرب المطلق لدولة إسرائيل، ورافض للكيل بمكيالين. يعني قتل المدنيين الإسرائيليين قد يكون مرفوض، لكن قتل آلاف الفلسطينيين مرفوض قطعا. وبعدين بعض وسائل الإعلام، بعض المسؤولين بيساووا بين الجلاد والضحية، بين القاتل والمقتول. يعني أوكي يا عرب، قولوا يا قادة العرب قولوا وقفوا هالتصعيد، لكن ضيفوا انه علما انه الشعب الفلسطيني شعب مقهور وشعب مظلوم وشعب يتعرض للقهر والقتل من اكثر من 75 سنة، من عشرات السنين. والشعب الفلسطيني والشعوب العربية تتألم فيما يجري من أحداث على أرض فلسطين المغتصبة. موقف نقابة المحامين امبارح تم عقد جلسة طارئة. خلال هذه الجلسة تمخضت عن قرارات، من ضمنها إعلان مسيرة اليوم ووقف للترافع ولتسجيل الدعاوى. هذا الموقف الأردني الثابت، يعني الغير متغير. احنا يعني ألمنا كبير ووجعنا كبير، ونسأل الله أنه ربنا يعني يكون مع أهلنا وإخواننا في غزة وفي الضفة الغربية، وإحنا ندعم صمودهم ونحييهم على هذا الصمود. الجميع يتتبع الأخبار وما حدث من آخر أحداث، وهي الهجمة الشرسة والغير إنسانية من العدو الصهيوني على مستشفى المعمدانية في غزة. هذه جريمة حرب يندد بها الجميع، والكل أعلن عنها أنها جريمة حرب ولا يقبلها أي إنسان بأي مكان في هذا العالم. جريمة يجب أن يجلس هذا العدو الصهيوني أمام المحكمة العدلية الجنائية الدولية، ويجب أن لا يسكت عن هذه الأفعال الشنيعة تجاه أخوتنا الفلسطينيين والمقاومين والمناضلين والمرابطين في غزة وفي فلسطين ككل. إنما حدث مؤسف نحن كعرب لا نقبله، ونحن كإنسان كبشري بغض النظر عن جنسيته، عن عرقه، عن تبعيته الجنسية، أي إنسان بهذا العالم لا يقبل الحركة التي تمت ليلة أمس واستهداف مستشفى غزة. هذا العدو الصهيوني الغاصب الغير إنساني الذي يندد دائما بالحقوق والحريات والديمقراطية، استهداف أمس بين الوجه الحقيقي لهذا الصهيوني الغاصب المحتل، بين اللا إنسانية التي يتمتع بها، وبين وجهه الحقيقي، وجهه الغير إنساني، وجهه الغاصب، وجه المحتل. هذا العدو الصهيوني التي يجب أن لا نسكت عليه أينما كنا
بغض النظر عن تبعيتنا كأردني كفلسطيني كغربي كألماني كأمريكي، نحن بالنهاية إنسانية ويوجد اتفاقات دولية. هذا العدو الصهيوني انتهك جميع الاتفاقات الدولية، منها اتفاقية جنيف والمادة 4 ومادة 14 من اتفاقيات جنيف التي تنص على جميع التي حددت جرائم الحرب وانتهكها، وينتهكها كل يوم من 17 سنة من الحصار على غزة، وهو ينتهك المواثيق الدولية ويندد هو ومنظماته الدولية والدول الداعمة له، ينادون بالديمقراطية ويستهدفون الأطفال والنساء في دولة فلسطين. ترحم على جميع الشهداء، شهداء الإنسانية والحرب الشعواء الظالمة على أهلنا في غزة وعلى الأطفال والمدنيين العزل اللي تم قصفهم في المستشفى المعمداني. جرائم حرب وجرائم إبادة ترتكب ضد أهل غزة على مرأى ومسمع من العالم، بل وبتأييد ودعم للكيان الإسرائيلي لارتكاب هذه الجرائم. ونحن كأردنيين نتظاهر وتضامنا مع أهلنا في غزة، ونطالب الحكومة الأردنية والحكومات العربية بوقف كافة اتفاقيات التطبيع معه وللضغط على كافة الدول لوقف هذا العدوان. احنا طبعا هنا كمحامين يعني ناس بنعتز بعروبتنا وبقوميتنا، واحنا طبعا يعني كلياتنا ألم، كلنا ألم، يعني مش ألم أكثر، يعني كلمة ألم يعني إشي كثير قليل على اللي احنا بنشعر فيه من امبارح لليوم. المجزرة اللي صارت امبارح يعني مجزرة مش أكثر من جرائم حرب، هاي إبادة. يعني احنا هون بنندد بكل بنندد بمخالفة القانون الدولي الإنساني، مخالفة القوانين، المعاهدات، الأنظمة، كل إشي خالفوا الكيان الصهيوني. أكثر من جرائم حرب. إحنا بنحكي جريمة الحرب لسه هاي الإبادة أقوى من جريمة الحرب. إحنا هون بالنادي هو صوتنا، هو أضعف الإيمان، بنندد بهذا العدوان الغاشم، بنندد بهاي الإبادة، بنندد بهذه المجزرة. وإحنا كلنا نفسنا نكون كلنا بغزة كمحامين وعرب، وإحنا كلنا اليوم نفسنا نكون كلنا بغزة مع الأطباء، مع الشهداء، مع الأطفال، مع النساء، مع كل، لا مال لا ماء لا غذاء لا كهرباء لا دواء، حتى مستشفيات بتنقصف، يعني إشي كثير هيك.